قال أأخبروك بذلك؟ قال نعم. قال أحضرهم لي جميعا الآن. طلع يجي جاب أبو بكر وجاب عمر وجاب عثمان وجاب علي، هياخدهم في الرجلين. خلي مرتب في كلمة حين، ما ياخدش الأئمة والخلفاء الكبار دول، خدهم في الرجلين. فوقفوا جميعا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر أأنت أفتيت الرجل أن نحين 100 عام؟ قال هذا الذي أفهمه في قصة يونس مع قومه، إلا قوم يونس متعناهم إلى حين. سألناك رسول الله قلت 100 عام. وأنت يا عمر أفتيت الرجل بأن الحين 40 سنة؟ قال نعم يا رسول الله. هذا الذي فهمناه من سورة الإنسان الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سألناك ما الذي قضاه آدم في نشأته؟ قلت لنا 40 سنة حتى نفخ الله فيه الروح، فكان هذا هو الحين. قال وأنت يا عثمان أفتيت الرجل بأن حين عاما واحدا؟ قال ذلك ما فهمته يا رسول الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. النخل تثمر كل سنة مرة، فحين يعني سنة. وأنت يا علي أفتيت الرجل فقلت له إن حين ليلة واحدة؟ قال نعم يا رسول الله. هذا ما فهمناه من كتاب الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ساعات الليل. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم حقا وصدقا مؤمنون ورب الكعبة.